عيب أوي تكون في المجال الطبي وما تعرفش الفرق بين الفاركولين والأتروفنت والبالميكورت. في سؤال في نهاية الحلقة لازم تشوف الفيديو كامل عشان تعرف تجاوب عليه، ده طبعا بعد ما تدوس اشتراك في القناة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جلسات الاستنشاق بتتم عن طريق جهاز النبولايزر. طب ايه هي اصلا اهمية الجلسات دي سواء الفاركولين او الاتروفنت او البالميكورت؟ كلهم بنستخدمهم في حالات البرونكيال ازمة، يعني الربو القصبي، عشان بيعملوا لي حاجة اسمها برونكيال دايليتيشن وتوسع الشعاب الهوائية. بالاضافة اننا بنستخدمهم في حالات التخفيف من اعراض البرد. اولا جلسات الاتروفنت، المادة الفعالة ابراتروبيوم. اهم مميزاتها لا تسبب زيادة في ضربات القلب. طب اهم الاحتياطات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل اي جلسة بالاتروفنت، اول حاجة تثبيت الماسك على وجه المريض، عشان البخار اللي طالع من الجلسة ممكن يعمل لي تشوش في الرؤية. تاني حاجة لازم مضمضة بعد كل جلسة، عشان البخار بيعمل لي جفاف في الحلق. طريقة الاستخدام أمبول أتروفنت أو أقل زائد 2 سنتي محلول ملح، وده على حسب عمر المريض. تاني حاجة أمبولات بالميكورت، المادة الفعالة بوديزونايد. أهم مميزاتها تستخدم في حالات الربو الشعبي عشان بتقلل عدد مرات الأزمة. طب ايه هي أهم احتياطات استخدام البالميكورت؟ الأمبول حساس جدا للضوء، فبالتالي لازم نسيبه في الغلاف بتاعه. تاني حاجة لازم نرج الأمبول كويس قبل الاستخدام. تالت حاجة الأمبول ما ينفعش يتركن بعد ما نفتحه أكتر من ربع ساعة. طريقة استخدام البالميكورت زي الأتروفنت بالظبط، أمبول بالميكورت أو أقل زائد 2 سنتي محلول ملح، وده على حسب عمر المريض. ثالثا نقط الفاركولين، المادة الفعالة سلبوتامول. أهم مميزات الفاركولين موسع للشعب الهوائية في حالات الربو وحساسية الشعاب الهوائية. تاني حاجة بيقلل لي نسبة البوتاسيوم في الدم. طب ايه هي اهم الاحتياطات اللي لازم نتبعها عند استخدام الفاركولين؟ الفاركولين بيزود لي ضربات القلب، بيعمل لي تاكيكارديا، فبالتالي ما ينفعش نستخدمه لمرضى القلب. الفاركولين بيعمل لي رعشة عند بعض الناس. ايه هي طريقة استخدام الفاركولين؟ بنستخدم الفاركولين نقط زائد 2 سنتي محلول ملح. النقط بتكون حسب عمر المريض. قبل ما نقول سؤال الحلقة، ياريت لايك شير سبسكرايب. لو انت اشتركت في القناة هتستفيد وهتفيدني. نبدأ السؤال الأول. لو سمحت الحلقة للآخر أكيد هتعرف تجاوب على السؤالين دول. ايه هما السؤالين؟ لو عندي عيان هايبوكاليميا، يعني عنده نقص في البوتاسيوم، نعمل له جلسة استنشاق بإيه؟ تاني سؤال، لو عندي عيان تاكيكارديا ممنوع نعمل له جلسة بخار بإيه؟ لو عرفت الإجابة حاول تكتبها لي في الكومنتات تحت.